تعالي بقى اقولك ازاي تنضفي السمك في البيت بطريقه سهله جدا، وكمان هنعمله سنجاري في البيت باسهل وابسط طريقه. اول حاجه كده هجيب السمكيه بتاعتي وهفتحها من الظهر زي ما انتوا شايفين، بس لازم السكينه اللي نفتح بيها تكون حاميه جدا. بعد كده بقى همشي بيها، هضغط كده على السمكيه بايدي من فوق، وهمشي كده زي ما انتوا شايفين بالسكينه او ساطور لو عندي ساطور خفيف، وهضغط بقى على الراس كده زي ما انتوا شايفين، وهفتحها بطريقه سهله جدا من عند السلسله، والسمكيه تكون مقفوله كلها بالكامل. بعد كده بقى احضر فرشه اسنان يكون ما بنستعملهاش استخدام شخصي، وعشان ننضف السلسله بتاعت السمكه تحت الميه الجاريه بقى كده، وهمسك الفرشه وهمشي كده بالفرشه من عند السلسله، عشان طبعا الشوك ما يدخلش في ايدينا، ودي اسهل طريقه ننضف بيها السمك من عند السلسله بتاعت الظهر، عشان طبعا الشوك ما يدخلش في ايدينا. بعد كده بقى هنغسلها كويس جدا جدا بالميه وهننضفها، وزي ما انتوا شايفين كده طريقتها سهله جدا. هجيب بقى سمكيه تانية هعملها بنفس الطريقه. اي سمكه عندي سواء بوري او بولتي هنعمله بنفس الطريقه، همشي بطريقه سلسه كده بالسكينه وهتتفتح معايا بكل سهوله طبعا من عند الظهر. ودي السمكيه البوري برضو عملتها بنفس الطريقه، اسهل من كده مش هتلاقي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتصلوا على النبي في الكومنتات. اشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو السنجاري. دمتم في رعايه الله.